سمية الألفي عاشت قصة حب جميلة مع فاروق الفيشاوي. الوسط كله كان بيحلف ويتحاكى بيها، وبعد فترة حصل ما بينهم مشاكل كتير. وفي يوم قفشته بيكتب جواب غرامي لزميلتها الفنانة ليلى علوي، فانفصلت عنه. حبت سمية تغيظ فاروق اللي كان عارف ومتأكد إنها بتاعته. الوسط كله كان عارف إنها ملكية خاصة ليه، لدرجة إن في مرة وهم متطلقين راح مخرج مشهور يستأذن الفيشاوي علشان يتجوز سمية. لما اتجوزت مدحت صالح انهار من العياط. تعالوا نعرف القصة كاملة. فاروق الفيشاوي كان طالب شقي وبتاع بنات، وفي يوم عينيه وقعت على بنت جميلة وقرر يكلمها ويتعرف عليها. وبعد كم يوم محاولة استسلمت لوسامته، وده اللي قالته سمية الألفي إن هو اللي رمى الشبكة الأول عليها، وهي كانت معجبة بيه في معاملته معاها، وهو كان شايفها طفلة لدرجة ان اصحابه لما شافوه متعلق بيها قوي كده. وهو في الفترة دي هو كان اكبر منها ب3 سنين، واتقابلوا في المسرح الجامعة لما كانوا بيعملوا مسرحية اسمها سندريلا. ومن تاني بروفا ليهم سوا جاب لها ورد، بس هو كان طماع حبتين، لانه بعد ما جاب لها ورد طلب يوصلها لحد بيتها ويتمشوا من جاردن سيتي لحد المانيال، وجاب لها شوكولاتة لانه كان عارف ومذاكر كويس انها بتحبها. وفي نفس الوقت ده اعترف ليها بحبه. في سنة 1974 اتجوزوا وعملوا فرح اسطوري، وكل الوسط اتكلم عنه. عاشوا في سعادة كبيرة، بس الفيشاوي كان بيزودها كتير. واكتشفت سمية خيانته لما شافت بيكتب جواب غرامي لزميلتها الفنانة ليلى علوي. لما قرأت الجواب لقيته مليان بالمشاعر اللي ما بينهم قصة حب كبيرة. وكمان الغريب ان الفيشاوي ما انكرش وقال لها انا فعلا بحب ليلى، وطلبت الطلاق. وبعد كام شهر راح فاروق لأهلها واشترطوا عليه يلتزم معاها. رجعوا لبعض وخلفوا أحمد. قررت تبعد شوية عن التمثيل، بس طبعا لأن الطبع غلاب فاروق رجع تاني لنزهته. وفي مرة اتصلت بيها صاحبتها وقالت لها ان فاروق بيخونها مع واحدة تانية، وعرفتها العنوان بالتفصيل، وكمان ادتها رقم التليفون الفندق. ردت عليها البنت اللي كانت معاه وقالت لها اديني فاروق. لمت عليه وقالت له معلش انا بكلمك علشان في صحفيين بيسألوا عن مكانك. قالت تستحمل لحد ما تشوف. الموضوع زادت عن حدها، والسهرات بقت كل ليلة ببيتها، فطلبت منه يخف السهرات شوية، بس فاروق رفض، فطلبت الطلاق تاني مرة. انفصلوا بمنتهى الهدوء للمرة التانية عند مأذون، ورجعوا سوا على البيت. لقى والدة سمية بتحضر ليهم الأكل، قعدوا يتغدوا سوا ولا أكن حاجة حصلت. ولما سألته عن سبب الخيانة قال لها مقاومتي ضعيفة والمشكلة عندي. بعد ما فضلت مستحملاه 16 سنة عليه، يمكن حالته تتغير، بس زي ما قلنا الطبع غلاب. المرة دي ما كانتش بسبب الخيانة بس، لأنه خلاص اتعودت عليها. المرة دي كان بسبب الإدمان. كمان بعد ما وصل لمرحلة صعبة قوي وأهمل في شغله وفي صحته، قررت تطلب الطلاق منه تاني. وقالت سمية ببرنامج ان فاروق كان مبطل ادمان قبل ما ننفصل، بس انا كنت خلاص قررت وانا ما برجعش في قرارات. احمد وعمر كانوا اغلى من اي حاجة، وانا المسؤولة عن تربيتهم. فاروق ما كانش عنده وقت ولا مسؤولية، كان بيحب الحياة والسهر، وساب ليهم البيت وراح قعد في اوتيل، وحاول يرجع لها اكتر من مرة، بس هي كانت خلاص قفلت الباب. ولما راحوا للمأذون عيط بحرقة وكان متمسك بيها جدا. قال لها فكري شوية، انا مش هقدر اعيش من غيرك، لدرجة انها عيطت هي كمان، وحضنوا بعض وانفصلوا للمرة التالتة والاخيرة. وبرضو راحوا اتغدوا سوا. بعدها وبعد الانفصال فضلت سمية تراقب فاروق من بعيد لبعيد لانه لسه بتحبه، ولقيته ما تغيرش لحد ما اتجوز الفنانة سهير رمزي. فقررت تغيظه لانه كان عارف انها بتحبه ومستحيل تكون مع حد غيره، حاجة كده حب امتلاك. واول حد اتقدم لها كان الملحن مودي الامام، واتجوزوا بسرعة جدا. بس سمية ما قدرتش تستمر معاه، قعدت معاه شهرين وانفصلت عنه بدون اي سبب، وكان مستغربة ان فاروق ما اتحركش ولا اتضايق. وبعدها اتقدم لها المخرج جمال عبد الحميد وطلب منها انها تفكر، وراح عمل حاجة غريبة جدا.
لما راح طلب ايديها من فاروق قال له ترجع لها، فقال له لا، فاتجوز سمية وقالت عنه انه شجاع وصاحب شخصية جدا، وده كان سبب موافقتها عليه، خصوصا انه طلب ايديها بكل جراءة وشجاعة وما خافش من رد الفعل الفيشاوي، لان كل الوسط كان عارف انها ملكية خاصة للفيشاوي. عاشوا مع بعض 3 سنين في سعادة، لحظة ان جمال عبد الحميد بيدلع ابنها الصغير عمر، واهمل احمد لانه كان عنده 11 سنة وفي بداية سن المراهقة وكان محتاج حد يحتويه، فقررت تنفصل عنه بكل هدوء. وبعد سنة قررت تتجوز من المطرب مدحت صالح اللي كان أصغر منها ب7 سنين. اشترطت عليه وقالت له أنا ما عنديش سبب للجواز، بس لو وافقت لازم تعيش معايا في سعادة وما تخنيش أبدا، لأني مش هقبل الخيانة لو حتى مرة واحدة، لأن اتحملت خيانة الفيشاوي 16 سنة. فاروق الفيشاوي انهار من العياط لما عرف وراح لحماته وقال لها سمية ما تعملش كده أبدا. وبعد 3 سنين اكتشفت سمية خيانة مدحت، انفصلت عنه وترجاها تسامحه وسط أصحابه الفنانين. كمان وافقت، بس بعدها خانها تاني، انفصلت عنه في المرة التانية، جالها عقدة من الجواز وحلفت مش هتكررها تاني. لما الفيشاوي جاله سرطان فضلت ملازماه وما كانتش بتسيبه في المستشفى أبدا، لأن حب عمرها وأبو عيالها. الموضوع فعلا قصة حب غريبة، مهما يحصل ما سابوش بعض. قبل ما يموت الفيشاوي قال لها بحبك يا سمية وبقدرك جدا، وانتي هتفضلي علامة فارقة في حياتي.